تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حدث تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر في ميناء شرق بورسعيد اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي على الهواء مباشرة. أول عملية تموين بالوقود الأخضر في تاريخ قناة السويس وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أعلنت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول بميناء شرق بورسعيد مساء اليوم، حيث استغرقت خدمة التموين ما يقرب من 6 ساعات. لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة المصرية في استعادة دورها لتقديم خدمات تموين السفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، ومن ثم تعظيم الاستفادة من موقع موانيها البحرية على البحر الأحمر والمتوسط. وأعلنت المنطقة الاقتصادية في بيان رسمي صدر صباح اليوم عن تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات للخط الملاحي ميرسك اللي قدام حضراتكم دلوقتي، التي تم استقبالها قبل يومين بميناء شرق بورسعيد، وهي أول سفينة حاويات بالعالم تعمل بالوقود الأخضر، حيث تم تزويدها من البارجة لارا اس التابعة لمقدم الخدمة شركة OCI العالمية والعاملة في مجال تمويل السفن بالوقود الأخضر وأكبر منتج لوقود الميثانول عالميا. استغرقت عملية تمويل السفينة اللي حضراتكم شايفينها على الهواء مباشرة بكمية 500 طن من الميثانول الأخضر نحو 6 ساعات كاملة. بنقول مبروك لمصر لأن دي أول خدمة تقدم بالشرق الأوسط وأفريقيا، والتي كانت تقدمها محطات سنغافورة وكوريا الجنوبية. نقلة تاريخية في مسار الخدمة الملاحية في منطقة القناة بالكامل. بنقول مبروك لكل مصر، ومبروك لمهندس وليد جمال رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة. هذا التحول التاريخي في مسار حركة الملاحة والسفن بمنطقة قناة السويس. ويعني زي ما حضراتكم شايفين على الهواء مباشرة بيتم تزويد السفينة العملاقة ب 500 طن من الوقود الأخضر. خطوة عظيمة. مبروك لمصر ومبروك لكل المصريين. بشكر حضراتكم. كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحمن، موثق مشروع حفر قناة السويس الجديدة.